وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي الغاليين في قناتكم وقناتي حكايات ريم ديزات، اللي بيها نتجبدوا وحكايات من الواقع الجزائري ومن قلب الأسرة الجزائرية. حكاية نهار اليوم صدقوني انه 90% منكم عانى من هذه الحكاية، وعلى بالي بلي لما راح نحكي راح نلقى مؤيد ومعارض للحكاية تاع زكية. انا اللوسة الصغيرة في الدار، عندي 40 سنة في عمري. عندي مرت خويا نكرهها ما نحملهاش، نتمنى لها الموت صباح وعشية، ونتمنى لها قبل الموت انه تتعذب وتشوف الويل اللي شفته يما وشفته انا قبل ما توفى يما. ما رانيش مسامحتها لا الدنيا لا اخره. على بالي لما تسمعوني نحكي هكذا راح تقولوا هذه سور هي اللي فيها المشكل، لانه اللوسة سوسة. لكن كملوا معايا حكايتي ونحكي لكم التفاصيل الصغيرة، والرأي يبقى ليكم، وشوفوا شكون انا السوسة، لا انا السوسة ولا مرت خويا. انا اصغر وحدة في حياتي، كبرت ما تزوجتش، 40 سنة قعدت في الدار. كان عندي خاوتي تزوجوا يعني كامل، وقعدت صغير، قعدت انا مع يما وبابا وخويا الصغير. كنا عائلة لاباس بيها، وانا كنت خدامة، البوست تاعي في الخدمة يعني اي وحدة تتمناه، بشعريتي وبطنوبيلتي حاجة ما تخصني. حتى العائلة تاعي كانت عائلة لاباس بيها، يعني ما يخصنا والو. خاوتي قاع مزوجين بديارهم، وخياتي نفس الشيء. كنت قاعدة انا ويما مرة من المرات فوق الطابلة تاع العشاء قاعدين نقصروا. جا خويا قال لي ما راني نويت نتزوج الى كتب ربي. يما وبابا فرحوا فرحة عظيمة، حتى انا، لانه هو الوحيد اللي كان كل مرة يتشرط لنا على طفلة. هذه ما عجبتنيش، هذه ماشي شابة، هذه ماشي قارية، هذه ما توالمنيش. واخيرا يعني قرر وحده باش يتزوج. فرحت يما وبابا وقالوا له اللي حبيتها رانا واقفين معاك فيها، المهم الطفلة تكون بنت فاميليا. خويا خزر قالها ما رانيش رايح نخطب من الناس برانيين، هاي عجبتني بنت خالتي وراني متفاهمة معاها على كل حاجة، وان شاء الله الا كتب ربي في اقرب وقت نروحو نخطبوها. يما الفرحة تاعها ولات فرحتين، وليدها راح يتزوج والعروسة تاعها راح تكون بنت خوتها، يعني ما راحش تجيب من عند ناس برانيين. كما كان الحال درنا بالاصول ورحنا خطبنا بنت خالتي اللي نعرفوها حق المعرفة. ادينا الوجهة والمقامة ورحنا خطبناها خطبة تليق بالشان والطبع. جلست الخطبة الحمد لله، وكما كان الحال جبناها عروسة للدار. وبحكم هو الصغير قاعد سكن معنا في الدار، انا ويما وبابا وهو ومرته. بنت خالتي ما كانش لعبة الدور تاع العروسة، لانه كانت تعرف مليح الدار وتعرف العيلة، وكل ركن من الدار كانت تعرفه مليح. تعودت بزاف علينا وتمتم دخلت في امورنا وكأنه ما هيش عروسة. وكما العادات تاع العائلات الجزائرية كامل، مع الاول باينه بلي ما نخلوها تخدم شغل ولا طيب ولا ترفد. رفدنا عليها انا ويما وخليناها عاشت فترة التعرويس تاعها بالطبع والشان، ما تخدم ما تمس ما طيب، وقت العشاء نعيطوا لها وقت الفطور نعيطوا لها. جاز الشهر الاولاني الطفله ما حبش تفهم روحها، ما زالت على نفس الحال. وانا كل مره نقول لي ما هذه ما تنوضش تسيق، هذه ما تنوضش تمد يدها، تقول لي ما صبري عليها، طفله ما زالت صغيره وراهي عروسه جديده، ومن بلوس هذه بنت خالتك. ما كانش كيفاش نروح نقول لها كلمه كيما هذه. بعد مده جا العيد الكبير، راكم تعرفوا التحريره تاع الكبش والخدمه والدواره والبوزلوف. كي نقول لكم صباحي كامله وهي غالقه الشمر على روحها، ما حلتش الباب يالو كان دقيقه. خرجت قبلت علينا انا ويما وبابا والزوج ديالها وعاودت دخلت لشمبرتها. كملت التحريره هذيك وحدي، بحكم يما عندها مشكل في ظهرها ما تقدرش ترفد الثقيل. شوت البوزلوف ونقيت الدواره ودرت الفطور ودرت العشاء، حتى جا العشيه كي بداو يلحقوا الضياف اللي قبلوا. خرجت ماشطه ولابسه وتقصر وتضحك مع الضياف وكأن شيئا لم يكن. اللي يشوف الطفلة هذه العشية ما يشوفهاش الصباح وهي غالقة روحها على الباب. قعدنا فوق الطابلة تاع العشاء انا وبابا ويما وخويا وهي، حتى وجدت طبازة وسقيت ووجدت ديك الطابلة العزيزة الله الله تاع العيد والدوارة والدنيا. قعدت باش تاكل،
كي خزرت في الطابلة قالت لي انا ما ناكلش الدواره، ودارنا على بالهم بيا. قلت لها بصح كي عينك ما تاكليش الدوار لو كان نوضتي من الصباح قشطتي على دراعتك وخدمتي الكبشه هذا وطيبتي اللي حبيتيه، كي ما خرجتي ما خدمتي تاكلي واش لقيتي. في اللحظه هذه رفضت روحها، دخلت للشومبره. بابا وخويا ناضوا ليا انا، علاش تقولي للطفله هكا؟ الطفله راهي عروسه جديده وهذا عيدها الاولاني ونورمالمون تسع فيها. انا في اللحظه هذه تقول انشقت الارض وبلعتني، لانه حسيت كلي واحد رمى عليا سطل ما بارد، ما حسيتش بالدنيا. اول مره بابا وخويا يحرجوني بالهضره هذه. نهار بعد نهار ولات الطفله تتعمد ما تخرج تخدم الشغل، ما تخرج ما تخدم ما طيب. ولما نروح نقول لبابا ولا نقول ليما يقولوا لي ما راكيش تخدمي عليها، راكي تخدمي على باباك ويماك، وخوك خدمته يعني راهو في خدمته ما فيها بس. صبرت عليها شهر شهرين 3 شهور 4 شهور، وليت نشوف خويا بلي الخزرة ما عادش يخسر فيا. علاش راكي تهضري على مرتي هكا؟ انا مرتي كي نقول له شغل نجي نهضر الكلمه يقول لي انا مرتي ما جبتهاش خدامه ليك، انا مرتي جبتها تخدم عليا انا. وربي سبحانه والنبي ما حطوش في الكتاب والسنه انه المراه لازم تخدم على اهل الزوج. بصح قلت له مرات ما تخدمش على بابا ويما، بصح راهي تخرج تاكل، راهي تخرج تشرب، راهي تخرج تستعمل الدار الكوزينه اللي الصال دو بان، لازم تعاوني في شغلات الدار باسكو انا وحدي بين الخدمه برا وخدمه في الدار ما قدرتش ما نتجمش. كل مره تبروفوكي لي مشكل. اخر مره وقفنا انا وياها في الكوزينه، قلت لها لازم نديرو حل الحكايه هذه، دبري راسك وهاي ما راهي شاهده، يا اما نخدم الشغل نهار بالنهار، يا اما انا نحكم الكوزينه العشيه كي نجي من الخدمه وانتي تحكميها الصباح كي راكي قاعده في الدار. سكتت ما قالت والو. هي سمعت المفتاح في الباب وخويا جا والطفله تقلب حالها وبدات تبكي. علاش راكي ديري لي هكا؟ وحرام عليك، وراني عروسه جديده ومازالني صغيره، وشي اللي راني نخدم فيه كاع ما راكيش تشوفيه. ما فهمنا والو انا ويما، قعدنا غير نخزرو ومشوكين فيها. الطفله هذا وين كانت ساكته، وهذا وين قالت لي ان شاء الله نتفاهموا على كل حاجه ونخدموها كيف كيف. دخل خويا يجري للكوزينه، وش كاين وش صاري؟ صوتكم راهو جايب حتى لاخر البطيمه. قلت له ما كان والو، راني واقفه نهضر معها تمتم ولا تبكي. خسرت فيه وقالت لي تكذبي في وجهي، ماشي دوكا كنت تقولي لي حياتك نكرهها لك، ولا ما خدمتيش من نهار اليوم مازيش تقعدي فوق الطابله وتاكلي وما رانيش خدامه عندك. في اللحظه هذه عرفت بلي الطفله هذه ماشي نورمال، راهي لفعه وماشي هي بنت خالتي اللي كبرت وتربات معانا. انا نخزر مخلوعه ويما تخزر مخلوعه. اول مره يما تصدقني، بس كي كنت نروح نقول لها يا يما الطفله راهي متعمده ما تخدمش الشغل، كانت ما تعطينيش الحق وتقول لي انتي برك موسوسه فوق اللازم. قلت لها شفتي دوك بعينك يا يما. دخلت تبكي لشمبرتها، وجا خويا غسلني غسيل الدواره، ما خلى كلمه عيب ما قالها ليش. ويما تخزر بابا ويما في الحياه، وخويا يبهدلني على جال مرتو اللي هي بنت خالتي. قلت له اسمع القضية، اسمع من زوج، اسمع مني الحكاية من بعد لك أن تقرر. قال لي مرتي ما تكذبش، وعني بزاف وانا نمركي فيك جايبتها موراها، هذا كاع باسكو تزوجت كي صغيرة عليك وانتي قعدتي مازال ما تزوجتيش. في اللحظة هذه يا خياتي واش نقول لكم، ما ساعدني لا الأرض لا السما، ما عيرونيش البرانيين، عايرني خويا وليد بابا ويما. وجعتني بزاف الكلمة هذه، بصح ما لقيت ما ندير، لانه كي تجيك الضربه من القريب ما عندك ما دير. اسكت وعلى جالي يما لي مريضه ما قدرتش نجاوب. في الليل كي جا بابا من الخدمه بلا ما يفهم كان لحقوا التليفون ديجا مع الصباح، جا ديريكت ليا عاود نفس الهضره اللي قالها لي خويا، بهدلني وما خلى ما قال لي حبيتي تستعمري لي الدار، ما تزوجتيش وقعدتي ديري لي في المشاكل، حبيتي ترجعيني كاع في لسان الناس كلام، وهذه ماشي طبيعه، ومرت خوك مازالت صغيره ما تعرفش، وما حبيتيش تخدمي ما تخدميش، واحد ما راهو يقول لك خدمي. بابا ما حسيتوش بابا في اللحظه هذه، وكانه عينيه راهم مغمضين. نطقت ما قالت له يا راجل اسمع الطفله افهم الحكايه راني كنت حاضره. قالها ما عندي ما نفهم، اصلا انت من ذاك العام جايه من جهه بنتك،
كي شايفتها تدخل دراهم وتخدم وتعطي لك من داك العام ما تعطي لها حق لا واجب. اصلا انت سكتي، ما عندكش الحق باش تهضري. انا كبير الدار وانا نعرف كيفاش نفري الامور. بلعت السكينه بدمها ورحت نبكي، ويعني راقده ودمعتي على خدي في هذيك الليله. جات يما رقدت معايا وقالت لي خلاص يا بنتي معليش جوزيها هاد المره، طفله مازالت صغيره وباباك كي تعرفي من التقلاق تاع الخدمه ما قالك يعني جوزي له صاي. واحد المره كنا قاعدين في الدار انا ويما وانا ماشي خدامه. بابا وخويا كانوا معروضين للعرس واحد جارنا، راحوا للعشاء. يعني قعدنا انا ويما ومرت خويا في الدار. خسرت في يما وقلت لها يما اليوم راهي سخانه بزاف وما رانيش قادره نطيب الفطور، الكوزينه مانيش قادره ندخل لها. كانت سخانه وقيله 35 هذاك النهار. قالت لي يا بنتي حتى انا ما رايش نفحت لي ناكل، روحي شوفي واش كاين فاكهه في الفريجيدار جيبيها وربي ورحمته. ويما انسانه قلبها بزاف حنين، خزرت فيه قالت لي روحي عيطي لمرت خوك تجي تاكل معانا. قلت لها انا ما نعيطلهاش، ما نهضت ما خدمت معايا شغل ما نقات معايا كوزينه ما نعيطلهاش، حبيتي تعيطي لها روحي عيطي لها نتيا. ناضت يما مسكينه بكبرها راحت باش تعيط لها، فتحت عليها الباب قالت لها روحي تفطري معنا تاكلي معنا واش رانا حاطين. قالت لها والله ما راني قادره راني مريضه وراسي راه يضر فيا. قالت لها قعدي براحتك رقدي وكي تجوعي راه كاين كل خير في الفريجيدار. قعدنا انا ويما ناكلو المكتوب اللي كتبه ربي حتى دخل بابا وخويا ولاو من العرس. خسر خويا قاعدين نقصرو كلمه تجيب كلمه على العرس. قالنا وين راهي المراه تاعي؟ قلت له المراه تاعك بلا غير من العشيه ما خرجتش من الشومبره، راسها راه يضر فيها، عيطنا لها باش تجي تاكل ما حبتش تجي. راح ليها للشومبره باش يشوفها، ما فاتتش 2 دقايق والراجل ولا مقلوب ووجهه مقلوب ما يتفسرش. احنا نضنا مخلوعين واش كاين عبالنا كاش ما بيها. خزر في يما مباشرة بدون اي احترام، قال لها انتي مرا انتيا خليت عندك امانة في الدار هكذا اللي يصون الامانة. قالوا بابا عرف واش راك تعطر، هذه يماك واش كاين فهمنا قبل من بعد روحت لهم. قال له يا بابا افهم بلي الهضره اللي كنت نهضر لك فيها والشي اللي كنت نقول لك فيه كاع كاين منه، انا ما كنتش نكذب عليهم، هاد اللفعه وهديه. ويشير بيده بصباعه على يما. قالوا المراه ملي خليناها العشيه لقمه ما كلاتهاش، كي نهضت باش تاكل لقاتهم غلقوا عليها الكوزينه. يما قالت له حسبي الله ونعم الوكيل فيها، كذابه مرتك والهضره اللي قالتها كاع ما كاش منها. قالت له انا رحت ليها بكبري وبشيبتي وقلت لها ارواحي تاكلي، قالت لي ما ناكلش لانه راسي راه يوجع. قالها كبيره وما تحشميش وتكذبي. يما في اللحظه هذه وجهها بدا يحمر، عينيها بداو يتقلبوا. انا ما حملتش الهضره في يما، نوت وطرطقت قلت له صاي سكت بصح الامر زاد على حده. واش تكون مرتك هادية هابطه من السما باش تامن فيها في كل كلمه تقولها؟ قالت له يما ناضت ليها وهضرت معها وقالت لها ما ناكلش باسكو راسي راه يوجع. المراه تاعك كذابه، ما تخافش ربي في يما وما تخافش ربي فيا، عاملناها بالتي هي احسن، لكن هي انسانه ما تخافش ربي، عندها عقده في قلبها حابه تفرقك عليا وعلى يما. في اللحظه هذه حاولت الكف ما جانيش من عند خويا، جاني من عند بابا. عطاني كف اللي يعني وليت نشوف الظلمة بين عينيا، وقال لي قدرك ربي تحلي فمك وتجاوبي خوك وانا واقف قدام عيني. قال لي عندي اصلا المرأة عندها الحق تكره وعندها الحق تعيا منكم، كل مرة وانتم حاصلين في راسها، كل مرة تجبدوا لها حكاية، ما راهيش طيب ما راهيش تغسل، ولا مرة بعيني كي تجي تشوفني جيت انا وراجلها تقومنا تحطنا فوق راسنا، ما خصي رجلي حاشاكم ما غسلتهم ليش. مستحيل يكون هذا بابا وخويا اللي تربيت معاهم، وهذا بابا اللي يعرفني وكان دايرني في كتافه يقول لي انتي البرادر تاعي. يما مسكينه قاعده ترفد عين وتحط في عين بحكم انه هي تخاف من بابا وما تقدرش تمد رايها قدامه.
انا في اللحظه هذه ودمعتي على خدي ويدي في الكف اللي عطاه لي بابا، رحت ليها وفتحت عليها الشومبره وقلت لها حسبي الله ونعم الوكيل فيك وكيلك ربي، كيما درتي لي يما هكذا ربي يعطيها لك في الصحه وربي يعطيها لك في اللي عزيز على قلبك. لكن قد ما تكون هي ضرتني وضرت يما، بصح لما ضرتني من عند خويا وبابا اللي ما امني لا انا لا يما. يما بشيبتها وبكبرها 70 سنة في عمرها كذبوها في واش قالت. كنت حيرة ومستغربة كيفاش قدروا يأمنوها، عينيهم مغلوقين. وش تقول راضية؟ هذيك هي الكلمة، وش تقول راضية هي اللي عندها الحق. بابا ما حبسش معاه الحال هنا، زاد جالية بكل وقاحة وقال لي عطيني المفاتيح والكوارت تاع الطوموبيل، بحكم انه الطوموبيل هو اللي شراها لي نهار اللي كملت قرايتي وسوتنيت بابا اللي شرا لي طوموبيل باش نبدا نخدم. قلت له علاش يا بابا؟ على بالك بلي نروح نخدم ونجيب؟ ياها والخدمه تاعي بعيده ما نقدرش نروح في ترونسبور. قال لي الله يسهل عليك، عطيني المفاتيح والكوارت تاع الطوموبيل. عطيتهم له لانه ما عندي ما نقول، الطوموبيل هو اللي شراها لي قدام عينيا وعينيا تشوف. مدهم في يد خويا قال له هاي لك الطوموبيل وهم لك المفاتح، عود من صباح لصباح ادي مرتك معك حطها في دارك ودارهم، والعشيه كي تكمل الخدمه عاود تجيبها. قلت له بابا من نيتك الشي اللي راك دير فيه؟ المراه ظالمه ولحقت يما للسبيطار ومازالك زيد تقول له في الهضره هذه. والطوموبيل هذه تاعي من حقي انا، 9 سنين وانا نسوق فيها انا، نهار اللي سوتنيت انا اللي جبتها لي، انا بنتك اللي راني مظلومه ماشي هو. ما راكش فاهم الحكايه. وكأنه راني نهضر مع حيط. بابا قال لي ما تزيدش تنابيني، الشي اللي درتيه والمشاكل اللي خلقتيهم في الدار، قريب فرقتي خوك على مرته وطلقتيه من داره. قال لي هنا تحبس، ما نزيد نحب نسمع حتى كلمه منك. والطوموبيل حبيتي ولا كرهتي تتنازليها لخوك، لانه خوك اللي يحتاجها اكثر منك، ماشي انتي ما تروحي في الطوموبيل وخوك يروح في ترونسبور. ما لقيت ما نهضر، لان الظلم قدام عيني راهو يصرى، ما عندي ما ندير. ما نقدرش نوكل ربي، لانه مهما كان يقعد هذا الانسان بابا، ومهما كان يقعد الانسان هذا لحمي ودمي ليه هو خويا. وطبعا اللفعة تاع مرت خويا جاتها على قلبها، ولا تطيب وتدخل لشمبرتها، تشري وتاكل وتدخل شمبرتها، وكأنه ما ناش عايشين معها عباد. حتى كي نروح نخدم قلبي يقعد عندي يما، لانه احيانا تطلع لها لا طونسيون، ما كانش اللي يطلع عليها ولا اللي يشوفها ولا اللي يقلب عليها. مرة من المرات جات واحد الجارة من الجيران يطلعوا على يما، قاعدة نقصروا في الصالون. قالت لها مبروك على وليدك. قالت لها يما شكون فيهم؟ قالت لها حمزة الصغير اللي راهو ساكن معاك. قالت لها على واش مبروك عليه؟ مانيش فاهمة. قالت لها يا اخي يا وليدي راهو يروح معاه باش يسبغوا الدار الجديدة اللي كراها. يما قالت لها يا محنتي وش من الدار؟ على من راكي تهضري ماني فاهمة والو. قالت لها حمزة عنده قريب 20 يوم اللي كرا دار، راهو يسبغ فيها وراهو يعمر فيها، ووليدي اللي راهو يسبغ له فيها. يما في اللحظة هذه مسكينة تشوكات، طلعت لها لاطونسيون صاي، عينيها تلعبوا في السما. من الخوف عيط ديريكت البابا وقلت له ها ما كان. قال لي واش كنتي طامع باش يكمل معك حياته، يبقى رافدك ورافد يمه طول حياته. قال لها الدار انا اللي كريتها له، وانا اللي عطيت له الدراهم باش يكري الدار، باش يتهنى منك ومن يمك يروح يعيش حياته. نعم كيما راكم تسمعوا. نهار اللي جا خارج من الدار هو والمراه تاعو، ما خسر فيا لا انا لا يما، كلمه في امان الله ولا كلمه تبقى على خير ما قالها لناش. يما ترفد عينه وتحط عين بالحسرة اللي في قلبها، ووجهها صفر ما يتفسرش، لأنه مهما كان يبقى الإنسان هذا كبدتها. هي كي كانت خارجة خزرت فينا وتبسمت تبسيمة أنه ما عندكم ما ربحتوا، وراحت وخلاتنا. ومن هذاك النهار خويا ولا ما يزورنا لا في عيد لا في رمضان لا في مرض لا في فرح لا في قرح، حتى في حاجة نعيط له في التليفون نبكي ونقول له يما راهي حالتها ما تعجبش، اروح تشوفها وبرد لها خاطرها يا سيدي ما تلقانيش انا في الدار. يقول لي ما درتوش فيا الخير، لا انتي لا يماك، شربتوني المرار وخرجتوني من الدار. ما لقيت ما نقول وكلت امري لله. يما من الزعاف والقنطه والوحش تاع خويا كل يوم مدينها جايبينها للسبيطار، وحتى وكي يسمع بها في السبيطار ما يجيش يطلع عليها،
وكأنه عينيه راهم مغمضين، ما عاد يشوف حتى حاجة قدامه غير كلام مرتو وغير هضرة مرتو. يما ما طولتش في الكوما وتوفات بالحرقة اللي في قلبها مسكينة. آخر نهار دخلت فيه للسبيطار قالت لي راني حابة نشوف حمزة، قلبي راهو مكوي على حمزة. حرقة يما تقعد في قلبي طول ما راني حية، وما رانيش مسامحتها لا الدنيا لا آخرة، لأنه هي اللي فرقت يما، وهي اللي قتلت يما، وهي اللي كانت السبب باش يما بابا وخويا يكرهوا يما ويكرهوني، ودارنا اللي كانت دار الفرح ودار الدار العامرة ولات فارغة، ولات كلها حزن، كلها زعاف، كل كوانا منها فيها ذكرى ماشي مليحة. من هاد المنبر نقولها حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وعلى بالي بلي راكي عارفة روحك شكون. ما نقولكش ربي يعطيها لك في الدرية، لأنه الدرية ما عندها حتى دخل، لكن نقول لك ربي سبحانه إن شاء الله يخليك تحسي بنفس الجمرة اللي ماتت بها يما، محروقة على وليدها ما شافتوش، وكيلك ربي. وديري في بالك بلي حياتي قاع راح نبقى ندعي عليك، لأنه حرقتيني في يما ومخليتيهاش تموت وهي شايفة وليدها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.